في خضم موسم دراما رمضان 2026 الذي يعد من أكثر المواسم تنافسية في السنوات الأخيرة، تحولت المنافسة على نسب المشاهدة إلى جدل علني وحاد على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي تبادل تصريحات ومنشورات بين الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تشارك في الموسم الدرامي بمسلسل وننسى اللي كان، والمخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر التي شاركت ببطولة مسلسل ست موناليزا. بدأ الجدل في الأيام الأولى من رمضان عندما احتفل محمد سامي بنجاح مسلسل زوجته مي عمر الست موناليزا. عرض في النصف الأول من الشهر 15 حلقة فقط، مؤكداً تصدره قوائم المشاهدة على منصة شاهد في مصر وبعض الدول العربية، وطالب الجميع بأخلاق المنافسة والاعتراف بتفوقها. ثم دخل الفنان عمرو سعد على الخط، معلناً أن مسلسله إفراج هو الأعلى مشاهدة ليس فقط في رمضان بل خلال السنوات العشر الأخيرة، مستنداً إلى تقارير من شركات قياس الجمهور، ليرد عليه محمد سامي بقوائم تظهر إفراج في مراكز أقل مثل السادس على شاهد. تفاقمت الأمور بشكل كبير عندما نشرت ياسمين عبد العزيز عبر سطور إنستغرام صورة لترتيب الأعمال الأكثر مشاهدة على شاهد مصر، حيث جاء مسلسلها وننسى اللي كان من بطولتها مع كريم فهمي في المركز الأول، تلاه مسلسل هي كيمياء للفنان مصطفى غريب، ثم مسلسل المداح للفنان حمادة هلال، ثم مسلسل الست موناليزا للفنانة مي عمر. وعلقت ياسمين عبد العزيز على قائمة الترتيب قائلة: المسلسلات ما شاء الله مكسرة الدنيا وكلهم عاملين مجهود جبار.